السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. عملت لكم النهاردة الأكلة المحبة لقلبي، الكشري الأصفر أو الكشري الإسكندراني، وعملت لكم جنبه بتنجان وطماطم وفلفل مقلي، طماطم متحدقة بنفس التتبيلة، وعملت جنبهم بطاطس مسلوقة ومتحمرة، وعملت سلطة، وعملت بيض ومشوحته بالسمنة. تعالوا شوفوا الطريقة. دلوقتي انا جبت 3 كوبايات رز. بصي انت لو هتعملي حاجه صغيره، الكوبايه الرز عليهم نص عدس، والكوبايتين عليهم كوبايه عدس. دلوقتي انا شوحت البصل ونزلت عليهم ب3 كوبايات من الرز وعليهم كوبايه ونص من العدس، وبعد شويه نزلت عليهم بالميه المغليه وحطيت الملح وحطيت شويه كمون عشان طبعا ما يعملش الانتفاخات وكده، لان العدس من البقوليات. وعملت السلطة، وادي البيض نزلت بالسمنة البلدي بعد ما سلقته كده. انا بعشق البيض ده بجد. هي الاكله دي كانت الاكله الموفره زمان، هي دلوقتي ما عادش موفره خالص. وجبت بتنجان وفلفل، ابقى عملت توم وفلفل وملح وكمون وكزبره، ونزلت عليهم بشويه شبت وبقدونس. والسلطه كابوتشي وفلفل وطماطم وجزر وخيار وبصل. وادي البيض اهو بعد ما طلع، والبطاطس حمرتها والطماطم قطعتها وحطيت من نفس التتبيله. البطاطس دي من اللي هي الصغيره خالص، سلقتها وحمرتها. الاكله دي لو اكلتها لي كل يوم والله ما اقولك لا، جربوها وقولوا لي. سلام.